هذا سؤال مهم جدا. يقول السائل: الرخصة موجودة في الكثير من الأحكام الفقهية، وهي تتناسق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وأنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. لكن العلماء لا يظهرون هذه الرخصة، بل ينفرون من تتبعها ويزجرون من يسأل عنها. ألا يتناقض هذا مع الحديث الداعي إلى اليسر؟ يقول الشيخ الإسلام الخليلي: ما هي الرخصة في عرف الفقهاء؟ إنما الرخصة هي القول العاري من الدليل، والقول العاري من الدليل ولو قاله من قاله فإنه لا يعتد به، إذ لا يعدل طالب الحق عن الدليل إلى غيره. قد نجد من الفقهاء من يقول ورخص، ولكن في مصطلحهم أن هذه الرخصة هي قول لم يقم عليه دليل. ومن المعلوم أن الإنسان متعبد باتباع الدليل مع وجوده، فإن كان الدليل قطعيا فتعبده به أمر قطعي، وإن كان ظنيا فتعبده به أيضا أمر ظني. وإن كان لا يقطع عذره إن خالف الدليل الظني، إلا أنه إن كان ذلك تبعا لهواه فلا ريب أنه لا يجوز له اتباع الهوى، إذ ليس للإنسان أن يعرض عن الدليل مع قيام الحجة به.